بهني المهندس مصطفى محمود على روايته الجميله، وبقول انها لولا ثوره يناير ما كناش شفناها وما كانتش طبعا، وهو شرح الحكايه دي يعني. المهندس مصطفى محمود اسلوبه شيق وسلس وجذاب، ومحدش يقدر يتوقع الاحداث خالص. بيحصل مفاجآت جميله وشيقه، بيهتم بالتفاصيل وبيهتم بالزمان والمكان وبيحددهم كويس جدا، وبيهتم بالمرأة وبيحبها أكتر من إحسان عبد القدوس. هو عنده المرأة بعد مهم جدا، وعنده الأماكن زي نجيب محفوظ برضه وحسين وخان الخليلي والمناطق. كمان هو بيحب أنور السادات بطل الحرب والسلام وأشار الإنجازات، لكن برضه أشار في الرواية إن بداية الفساد الحزب الوطني ده بدأت معاه من عهده، وإن حصلت فوضى مع الانفتاح الاقتصادي أدت لانصراف بعض شخصيات الدنيا المتسلطين والمتسلطين وكده. كمان الرواية فيها بعد جميل في الأماكن، وطلعنا أوروبا وبلاد جميلة. النقطة الأهم الوحدة الوطنية، هو بيأكد على الوحدة الوطنية من البداية للنهاية بشكل واقعي وتلقائي. بيشرح حقيقة العلاقة بين المسلمين والأقباط، إن هي فعلا نسيج واحد، وكل اللي بيحصل ده بتبقى عبارة عن فتن معظمها مقصود، زي ما كانت بيحصل في العهد الفاسد، كانت معظمها اختلاقات من أمن الدولة، من بحث أمن الدولة. أنا بهنيه وبدعوكم إن أنتوا تقروا الرواية جميلة وتستحق قراية مرة واثنين وثلاثة، وإن شاء الله نقدر نعملها عمل درامي بإذن الله إن شاء الله. وبهنيه وواقف شكرا للاستاذ هشام الصواب على كلمته الجميله ديت. ونسمع الاستاذ صلاح طيب، وبنرحب بالاستاذ محمد مدبولي اللي موجود معانا دلوقتي وجه، والاستاذ صلاح طيب في الفقره الاولى. انا سعدت وشرفت ان انا اعرف الاستاذ مصطفى محمود منذ سنوات طويله، وتاتي الروايه دي بعد جهد طويل في القراءه والمتابعه والنقد. يعني كنا ساعات نقعد نتكلم على عمل فني او عمل ادبي، كان له راي جميل دايما في وفي كل الاعمال اللي كنا بنحاول نتكلم فيها. روايه الجواهر دي انا ارى انها ستكون ان شاء الله روايه العام، يعني اتوقع لها نجاح اكثر من اللي احنا حاضرينه دلوقتي، نجاح كبير باعتبار انها يعني شامله وكامله وتتناول مناحي جديده في الادب والفن والكتابه يعني تنقل بينا من عصر الى عصر. اللي كانوا حاضرين يعني استعادوا ذكريات تناولها في روايته، واللي مش حاضرين تعرفوا الى مصر في الفترات المختلفه من تاريخها. كما ان الروايه تعد انها يعني ممكن تخش في باب او في مجال ادب الرحلات، لانها لم تقتصر على منطقه او على بلد بذاتها او على منطقه واحده، على المنطقه العربيه الوحيده. هي القصه تنقلت بنا الى كثير من بلاد العالم، وتنقلت لنا مش مجرد ذكر، تنقلت لنا وكاننا بنتفرج على فيلم تلفزيوني، خلينا نعيش في الحته اللي هو بيكتب فيها او بيكتب عليها. كما ان الشخصيات اللي تناولها شخصيات حسنا في مجتمعنا القديم والجديد والحالي والماضي، يعني مش شخصيات غريبه عليها في قصص كتاب يعني معروفين كبار جدا، لما بيكتبوا تحس ان الشخصيه اللي بيتكلم عليها يعني بعيده عننا وما نعرفهاش. لكن في الشخصيات اللي موجوده في الروايه
تحس في كل واحد منهم ان كنت تعرفه قبل كده او شفته او سمعت عنه او يعني مش غريب عليك. ودي يعني ميزه كبيره جدا في تقديم الروايه او عرضها، بحيث ان الانسان اللي بيقراها، الشخص اللي بيقراها يعيش فيها ويعيش معاها، وكانه مش عاوز يعني كانه مش عاوز يسيبها من ايده. يعني في قصه حاجات ممكن تقول انا اقرا الفصل الاول، اقرا ال10 صفحات واخليها بكره بعد. الروايه من جمالها بتبقى ماسكها مش عاوز تسيبها. وده طبعا يعني مقياس لنجاح كبير للروايه نفسها. واهنئ كاتب الاستاذ مصطفى محمود على انه يعني اهنئه واهدئه واشكره في نفس الوقت، لانه قدم لنا عمل نسعد به جميعا ونعتبره من الاعمال اللي هيكون لها يعني انتشار اوسع، سواء في الاعمال الدراميه او المسلسل او الى اخره. لان اتوقع لها انها يعني هتنال اعجاب كل من يقرأ. ويعني الاستاذ مصطفى محمود احب ان اقول عنه ان هو شخصيه يعني يحبها اللي يعرفها. يعني كل من الناس اللي عرفوه حبوه، وله علاقات بفنانين وفنانات طبعا الاول كبيره طويله، لانه هو يعني محبوب من الكل، بس من الفنانات اكثر يعني حسن يعني على اساس المعرفه الطويله. ليه؟ لانه هو شخصيته محترمه، مهذب في علاقاته، صريح، امين، صادق. ودي صفات مش ملهاش في ناس كتير يعني قد تجد صفه من دول في واحد، لكن هو جمع صفات كثيره الحقيقه. وانا شرفت باصابتي معاه الطويله في مصر وخارج مصر، واتمنى له كل التوفيق، واتمنى ان هو ما ينقطعش كده عن الكتابه، لان هو يعني احنا عندنا ساعات نقول فلان ضل طريقه واشتغل في كذا وساب كذا. هو لم يضل طريقه، لانه هو في اثناء عمله في المقاطعات كان شغوف بالقراءه وبالمتابعه وبالنقد يعني، وكان يعطي لهذه الادب والفن وقت من وقت كويس. يعني مش مجرد انه كان عاوز يكتب روايه او حاجه. هو انا اتوقع ان شاء الله ان كله اعمال ادبيه اكثر واكثر، لكن في كل الاحوال انا اعتز بالعمل الادبي الاول ده باعتباره انا يعني عمل اقدره كل التقدير من واقع عملي وواقع قراءاتي ومتابعاتي. انا اقدر هذا العمل تقديرا كبيرا، واتمنى له كل التوفيق والنجاح. واتمنى ان انا اشوف وقت قريب عمل اخر نفخر به كما نفخر